ايوا فعلا، لقيت دوايا وراحتي منين تبعت كلام الطبيب وتبعت ريجيم ديال العقل. والحمد لله كملت السيزيام مزيان ونجحت في الجهوي بنقطة ممتازة كما تمنيت وكما تمنى والديا. وطلعت للباك، وما أدراك ما الباك. إيوا وقلت مع راسي أشنو بغا يكون كاع هاد الباك؟ غادي نقرا عادي وندير جهدي، وما غادي يكون غير الخير إن شاء الله. إيوا بدا العام الدراسي وأنا كل حماس واستعداد باش نقرا مزيان ونحقق نتائج مزيانة إن شاء الله. وهذا العام تعرفت على جوج صحابات جداد، لأن صحاباتي القدامات شي سقط وشي خرج من القراية وتزوج. أنا ما فهمتش علاش بنات صغار سمحوا في قرايتهم، والقراية هي مفتاح النجاح والرضا في الدنيا والآخرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس منه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الرسول الكريم. المهم، الله يهدي ما خلق ويرزقنا حسن البصيرة وينور طريقنا بنور العلم وبنور الإيمان يا ربي. إيوا ربي رزقني بجوج صحابات هاد العام ظريفات، وكل وحدة عطاها ربي حقها من الزين ومن العقل، غير اللي ما بغاتش تاخد بالأسباب وصافي. الأولى طويلة وعريضة وبيضة وجهها مدور وعامر والحنيكات منفوخين والشنايف حتى هما بوتوكس رباني، قدها عالي وكتافها عراض وعامرة مزيان من الفوق، وهي هابطة لتحت وهي كترقاق بحايلة دوزنا ليها المنجرة. اللي شافها من اللور وهي جامعة شعرها ودايرة الكاسكيطة يقول سعيد النجار هذا. إيوا هادي سميتها شهرزاد، سماها باها على عمتها اللي ماتت غارقة في الطليان وكيقولوا كتشبه ليها. إيوا خاصها غير القنديل وشي رياض وتولي تحكي لينا قصص ألف ليلة وليلة. وصاحبتي الثانية وجهها قد الفلوس، كتوزن رابعة. هذا إلا كانت واكلة مزيان وشاربة واحد جوج يطرود الماء. قصيرة قدها قد الفولة المسوسة وسمراء، تقول قرملاتها الشمش تجبل العياشي. كتلبس ماريود الحوايج باش يالله يوقفوا عليها الحوايج، ولكن واخا هكداك كنديروا ليها واحد جوج حجرات في جيبها إلا كانت الريح مجهدة، كنخافوها الطير. إيوا هادي سميتها لينا وبنت أسرة غنية، واللي شافها يقول باها عساس في الكريان. في الحقيقة كنا كنشكلوا واحد ثلاثي كيقتل بالضحك. منين كنكونوا ماشيين في الطريق وكنتستفوا من الطويلة حتى القصيرة كنجيو بحال لي دالطون د لوكولوك. شهرزاد المقدرة هي الطويلة وأنا حداها قل منها بشي 5 ولا 7 سنتيمتر، ولينا القصيورة هي اللي في الطرف. ومنين كتكون الريح مجهدة كنردوها في الوسط باش كنكاليوها، كنخافوها لا طير. كنا متفقين وناشطين، وحتى حد ما بحالنا نخرجوا مجموعين، نقراو مجموعين، ناكلوا السناكات مجموعين، وكل شي غادي مزيان. غير كان الفرق بيناتنا في المستوى الدراسي. انا ولينا كنا كنقراو مزيان وكنا كنبذلوا مجهود، الصهير والسوايع والحضور، ما كاينش اللعب. اما شهرزاد الضخمه اللي كان عندها عرام د المشاكل وظروف صعيبه، حتى وصلوا والديها للطلاق وماماها خرجت تخدم وباها سافر لبلاد بعيده، تشتت ليهم الشمل من بعد ما كانوا كيعيشوا حياه الرفاهيه والاطمئنان. ولكن هذه هي الدنيا، خلاتها مولاتها، اللي ما خرج الدنيا ما خرج عقايبها. شهرزاد واخا هكداك والو ما مسوقاش للقرايه، ومازال كتحس بحال الا مازال كتعيش في الرفاهيه. عييت ما نصحها باش ترد البال مع قرايتها، لان القرايه هي اللي كدير المستقبل.
وهي اللي غادي تخرجها من الوضع ديالها الصعيب. والو، عاطيها غير النعاس والتليفون والوصفات ديال الشعر والضفار. ايوا، والقص والشهوات غير كتخشي في وجهها، بحال الليل بحال النهار، وما كتزيد غير تطوال وتغلاض. خاصها تولي كارد كور في شي شركة ولا شي حارسة د المرمى. تبارك الله عليها. اما لينا القرايه وبنت العائله الغنيه، والو مسكينه، ما كتزيد غير تضعاف وتقصار بحال الا كتاكل السم. والله الا البركه ما كتكون غير في خبز الدرويش، واخا يكون قليل، وكتعطيهم النور والقبول. سبحان الله، خلاتها مولاتها. خبز الدرويش كله بركه، ومن غيرو القبايل ما تعيش. رزق الحلال واخا قليل ينور مولاه بالنهار وبالليل. ايوا، وصل وقت الحسم، وقت الامتحان اللي فيه يعز المرء او يهان. وكنت وجدت مزيان وقريت مزيان بالليل وبالنهار، وعطيها الشريب د القهوة باش دماغي يبقى ناشط وفايق ومصحصح مع هاد الماط والفيزيك والاس في تي وباقي المواد. دايرة على المونسيون ماشي اللعب، باغية نحقق أحسن نتائج ونجيب أعلى النقاط باش ندخل المدرسة زوينة ونضمن مستقبلي. إيوا، ماما مرة كتسولني: أبنتي، واش غادي الأمور مزيانة؟ واش ما كتحسيش بالخوف ولا ستريس من قرب الامتحان؟ كنقول ليها: أبدا، عادي، راه الباك بحالو بحال كاع المستويات الدراسية، وكيما كنت متفوقة وكنجح بنقاط مشرفة حتى دابا هكذاك إن شاء الله. ومنين بديت كنراجع واخا العام كامل وأنا كنقرا، لقيت دوك الدروس الأولى كلهم مشاو، ما بقى والو في الدماغ. إيوا، وبديت من الأول الحرب والكفاح. درت مجهود كبير، راجعت جميع الدروس وخدمت الوطنيات كاملين، ولكن الخطأ اللي درت عطيتها للصهير بالليل. ما كنعس حتى ل5 ولا 6 د الصباح، وكنصبح ناعسة حتى ل1 ولا 2 د النهار. وعيات معايا ماما وبابا حتى هو باش نعس بكري ونقطع ديك القهوة. كانت كتقول لي ماما: أبنتي، راه الدماغ والذاكرة كيكونوا خدامين الصباح حسن من الليل. أبنتي، راه الله تعالى قال: إنا جعلنا النهار معاشا والليل لباسا، أي أن النهار هو د الخدمة والليل ديال الراحة والسكينة. هادشي باش خلق الله الإنسان وجميع الأعضاء ديالو. ولكن شكون يسمع هاد الهضرة ولا يطبقها؟ قلت لكم أنا صحراوية فلالية وما ندير غير اللي قال لي راسي ولو طارت معزة. إيوا، منين كيشوفوني والديا عييت وكنتشكى من هاد الدروس الطويلة وهاد التوجاد اللي ما بغاش يسالي، كيقولوا لي: حاولي يا بنتي على راسك، راه حنا ما بغيناش شي مونسيون، بغينا غير راحتك، والصحة والسلامة هي كل شيء. ما كيوصل الإنسان غير بمراد الله. حنا غير نجحي لينا بركة علينا، نقريوك بالفلوس إلى ضاعت الضرورة في أحسن المدارس إن شاء الله. ولكن أنا كنت كنقول مع راسي: لا لا، ما غاديش نكلف والديا أكثر من طاقتهم، وما غاديش نكلفهم يقريوني بالفلوس. غادي نبذل مجهود وزيدون أنا مجتهدة وذكية، والمونسيون ما صعيباش عليا إن شاء الله. إيوا، وجا النهار الموعود، نهار الوطني، وما أدراك ما الوطني. ردوا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحال شي من الغولة. غير كنسمعوا الوطني كنبقاو مدابزين مع الخلعة، تقول بغينا نولدو ولا فينا سكرات الموت. ما عرفتش علاش هاد الضجة الإعلامية على مستوى إشهادي اللي خاصو يكون فيه واحد التشجيع وواحد المساعدة على التجاوز ديالو، كما المستويات الإشهادية الأخرى بحال السادس والكاتريام. كان عادي. وقالت لي ماما فوقيتهم: كان الامتحان د الباك ما كيحس بيه حتى واحد. قالت لي كنا كنكملوا الشقة ديال الدار ونلبسوا طابليتنا ونمشيو ندوزو عادي، وما كانوا لا سوايع لا انترنت لا والو.
غير داكشي اللي عطاك الاستاذ واللي عطاك مجهودك. وما كانش هادشي الستريس والبلوكاج وهاد الازمه النفسيه اللي ولاو كيعيشوها التلاميذ ديال الباك، وكيبقاو مهولين خصوصا المتفوقين اللي كيحصلوا على اعلى النقاط. غير كيوصلوا لهذا الامتحان الوطني وكيتهرسوا وكيحصلوا على نقاط اللي عمرهم توقعوها، لان هذا الضغط ديال الاعلام والمجتمع كيأثر فيهم بزاف وكيضيع الاجتهاد والكفاءات ديالهم بواحد الامتحان اللي هو مصيري وكيقضي على المستويات ديالهم. انا في نظري هاد الامتحانات الاشهاديه وبالخصوص هاد الوطني ما خصوش يبقى، لانهم كيحطموا وكيقضيو على الكفاءات العاليه وكيحرموها توصل لوظائف ومناصب كبيره وتنفع الوطن ديالها. وبزاف ديال الدول المتقدمه ما بقاش فيهم هاد الامتحانات ورجعوا كيعتمدوا على المراقبه المستمره فقط وعلى تمارين وانجازات تطبيقيه ملموسه اللي كتبين المستوى الحقيقي ديال الطالب. ايوا وصلت ليله الامتحان وعيطات ماما على صاحبتي شهرزاد باش نتوانسوا بجوج وندعموا بعضياتنا، علما ان شهرزاد عندها واحد الطابع كوميدي وكتفاجئ على الخاطر وكتخلي وقت الازمات بحال شي فيلم كوميدي دغيا كيدوز. ودوزنا ديك الليله ناشطين، كنطبلوا وكنغنيو وكنزغرتوا ونشطحوا بحال الا راحنا في شي عراسيه. وماما فرحات كتشجعنا وكتقول لينا هكذاك يا البنات، الله يعطيكم الصحه، ايوا هكذا نبغيكم، فوجوا على راسكم باش تفرغوا كاع الطاقه السلبيه، وغدا غادي تكونوا ناشطين وتخدموا مزيان ان شاء الله. ايوا شهرزاد غير حطات راسها على الوساده بدات الشخير بحال الا راكبين في شي كار قديم وغادي لسوق الاربع، ومره كتضربها الفيقه وكتسولني على شي قاعده ولا شي معادله، حيت هي ما موجده ما حافظه ما مسوقه. وقالت ليك الا ما جابتش الباك غادي تجيب شي راجل وتزوج وتولد واحد الزينه د القروده اللي كيطيروا مع الطيور وتشبع ماكله ونعاس، زعما بحال الا تزوجوا وولدوا كيبقى ليهم شي راحه ولا شي نعاس. ايوا ويلا انا بت مهوله والله ما نعس ديك الليله، بات دماغي بحال شي كاسيطه، كاع داكشي اللي قريت بدا كيدور ويدور في دماغي بحال شي فيلم. المعادلات والاعداد والتطبيقات الكتابيه والعدديه والحالات الفيزيائيه والكيميائيه، شي طالع شي هابط، ولا لي راسي بحال شي سويقه كتباع فيها الفيزيك والماط. وكانت قاعد وكنبدا نتعوذ من الشيطان ونقرا القران حتى كنعيا، وغير كنحط راسي على الوساده كيعاود يشعل الضوء وتطلقوا الافلام في الدماغ. ايوا صافي سلمت امري لله وغير غمضت عيني وكنتقلب حتى صونا التليفون وطلع النهار وانا نطير من بلاصتي. وعيطت عيطه وحده على شهرزاد اللي قفزات من بلاصتها وشعكاكتها طايره في السماء وبدات كتزغرت وكتقول لي صافي ما بقى والو نكملوا ليله الحنه ونمشي لداري مع السي عبد الرفيع. وانا نقول ليها اويلي فيقي يا المهبوله، واش راحنا في شي حنه دابا ولا شي زواج؟ راحنا مع الحريره د الباك، نوضي جمعي راسك نتوضا ونصليو واحد جوج ركيعات ونتوكلوا على الله، نمشي ونشوفوا سعدنا وميموننا مع هاد الوطني. راني مخلوعه، الله يخرج الطرح بسلام. خلاتها مولاتها، العقل هو اللي كيوجد لوقت الشده، واخا الضربه كتكون قاصحه ولا بد.